النهارده عملت السمك الفيليه على طريقة المحلات، مقرمش وكريسبي وجميل يا جماعة ومستوي. بصوا الحلاوة والجمال، يلا بقى شجعوني قولوا لي سلم ايديك يا ابانوب. والنهارده بقى وصلنا 750 الف متابع، بشكركم جدا على متابعتكم. يلا بقى نعمل السمك. اول حاجة كده بجيب بقى السمك الفيليه وبغسله غسلة كويسة بشوية بقى من الدقيق والليمون، وبعد كده اعمل له التتبيلة. عندي راس توم حلوة كده احطها عليه، وشوية كده هريسة شطة علشان تشطشط الجو. ويلا بقى بينا بعصرة الليمون علشان السمك يبقى فيه مزازه حلوه كده. وعندي شويه توابل، عندي معلقه صغيره من الملح، وكمان معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره خالص من الكزبره الناشفه وبتدي له نكهه حلوه قوي، ورشه بسيطه خالص جدا من الكركم بتدي له لون اصفر وحلو وجميل زي ايه، زي المطاعم. عايز بقى اقول لكم كمان اللي انا هخليكم كده تعملوا تتبيله حلوه لايه، لاي نوع سمك بالتتبيله دي. عندي بقى كوبايه من الدقيق حطيت عليها كده معلقه كبيره من النشا، ورشه بسيطه من الكمون، رشه بسيطه من الكزبره الناشفه، ورشه بسيطه خالص من الملح، وكمان الكركم. وقلب بقى كل الكلام مع بعض. السمك بقى سبته في التلاجة يرتاح حوالي ساعتين. السمك بيرتاح واحنا مش بنرتاح. عندي بقى طبق هحط فيه ميه ساقعه انا حطيتها كنت في الفريزر. وعندي بقى طريقتين لقرمشه السمك. دي اول طريقه. اول طريقه هاخد كده السمكيه واحطها كده في الدقيق، ما تدوس عليها كويس، هسيبها ايه، اسيبها براحتها. وبعد كده انزل بالميه الساقعه، وانزل كده برشه من الدقيق كمان. وبعد كده اخدها انفضها كويس جدا 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 من الدقيق اللي فيها. يا جماعه لو ما اتنفضش كويس مش هيقرمش معاكي نهائي. واقول لك برضو معلومه تانية، هاخد بقى السمك الحلو ده وابدا كده احطه في ايه، في زيت يكون سخن مش بيقدح. لو بيقدح الطبقه اللي عليه هتفك. اديني قلت لكم بقول لكم كل ايه، كل الاسرار. دي بقى الطريقه الاولى. هديكم الطريقه التانية بس بعد ما نقلي ايه شويه السمك. عقبال ما السمك بقى يتقلي عايز اسالكم سؤال. انا قلت لكم علشان السمك يبقى فيه مزازه حلوه كده هحط بقى ايه حاجه في التتبيله. هحط ايه؟ لو مركزين اكتبوا في الكومنتات هحط ايه عشان السمك يبقى مزز وحلو. دي بقى الطريقه الاولى. وبصوا بقى ايه، طالع مقرمش وجميل. ولازم اطلعه على مصفى، ما طلعوش على مناديل مطبخ ولا اطلعه في طبق، لازم يا جماعه في مصفى. الطريقه التانية باخد بقى السمكيه واحط كده السمك بتاعنا في الدقيق، ولازم يا جماعه ادوس بقى عليه. هنا لازم ادوس عليه كويس، وبعد كده انزله في الميه الساقعه. لازم تكون ساقعه جدا، وفي الميه للزيت. طب هتقولوا لي ازاي يا جماعه في الميه في الزيت كده؟ مش هي يعني الزيت مش هيفرقع، مش هيحصل له حاجه. هقول لكم لا ما تقلقوش، هو دي طريقه حلوه جدا برضو للقرمشه. يبقى انا النهارده اديتكم طريقتين لايه، للقرمشه. في ناس بتحطه في الدقيق وتقليه في الزيت، صدقوني ولا بيقرمش ولا بيطلع زي بتاع المحلات. بصوا الطريقه الاولى قرمشت، الطريقه التانية قرمشت اكتر. وعايز اقول لكم ان الزيت نضيف ما حصلوش اي حاجه. هبدا كده بقى قطعت كابوتشي، ما كانش عندي ولا بقدونس ولا عندي ناس لسه بتعيد، فجبت كابوتشايه حلوه كده وقطعتها وبدات احط السمك. كده النهارده عملت السمك الفيليه بطريقتين للقرمشه على طريقه المحلات. وانا اسمي ابانوب، شكرا جدا على متابعتكم. ويلا بقى وصلونا للمليون متابع. ولو عجبكم الفيديو اعملوا له شير.